ماجد الكدواني شوجر دادي الوسط الفني. عارف انت الميكس بتاع الراجل الرزين وفي نفس الوقت ابو دم خفيف؟ هو ده استاذ ماجد الكدواني. بس ليه بقى بنقول عليه كده في تمثيله؟ تقريبا من بعد 2015 كده ماجد الكدواني بدأ يعمل ادوار انه اب، مش هنقول في كل اعماله بس خلاص بدأ يخرج من كونه بيعمل ادوار شباب لادوار اكبر شويه، وممكن نقول كانت نقله عاديه لاي ممثل بيكبر في السن، خصوصا لماجد الكدواني اللي بيعرف يتقمص اي دور بيعمله ببراعه من غير ما تحس انه بيمثل. انت هتعيش معاه الحاله اللي بيقدمها لك بدون شك دقيقه انه بيقرا من سيناريو او في حتى كاميرات حواليه ومخرج بيديله التعليمات. بس مسلسل موضوع عائلي اللي اتعمل اول جزء ليه سنه 2021 كان مختلف شويه، مش علشان عامل دور درامي من بطولته ودي مش عاده ماجد الكدواني، لا ده علشان دور ماجد الكدواني فيه. من اول جزء وفي الحلقات الاولى خلى المشاهد يحتار، يحبك عشان كنت بتحب مراتك قوي وما حبيتش بعدها، ولا يكرهك عشان مش بالجرأة الكافيه اللي يخليك تقول لبنتك انك ابوها لوقت طويل من المسلسل. ومشاهد الابوه بين رنا رئيس وماجد الكدواني ظهرت اكتر في الجزء الثاني، ورغم حنيته عليها في كل المشاهد بس من كتر اتقانه للدور انت ممكن تتخض وتترعش من صوته وهو بيزعق لبنته علشان ما تاجلش فرحها على ابن عمتها حسن. وفي اخر حلقه هتنهار من العياط وانت بتشوفه وهو بيرقص معاها على اغنيه بنت ابويا، اغنيه مؤثره ومشهد يوجع القلب بكل المقاييس من كتر العاطفه اللي فيه، خصوصا لو عرفت ان اللي غنت الاغنيه واللي مثلتها الاثنين عندهم فقد في نقطه الابوه لان والدهم متوفي، بس قاموا بدورهم واستاذ ماجد الكدواني عرف يبقى ابوهم ولو حتى على الشاشه بشكل مؤثر جدا. وبعد ما الجزء ده خلص وابطال المسلسل بداوا يظهروا على الشاشات ويتكلموا في اللقاءات مفيش حد ما شكرش في ماجد الكدواني وقال عليه انه كان اب بجد مش كلام في عمل وخلاص. وحتى رنا رئيس اللي كانت عامله دور ساره بنته في العمل قالت ان هي حلم حياتها تحقق بالدور ده علشان كانت اكتر حاجه بتتمناها ان هي تمثل قصاد ماجد الكدواني، وحكت ازاي هو حد لذيذ ومفيش منه اتنين في الوسط الفني ولا في الناس كلها من الاساس، وانه كان بيتصل بيها مخصوص يديها ثقه في نفسها وبيقول لها قد ايه هي شاطره وعامله مجهود كبير وان الناس حباها وهتكون مستقبلها حلو في الشغلانه دي. وبعد المسلسل ده عمل فيلم ابو نسب وطلع برضو ابو ياسمين صبري، هو بعيد كل البعد عن شخصيه الشيف ابراهيم بس برضو كان اب. ومن اول هنا بدا الناس يشوفوا ماجد الكدواني في شكل الشوجر دادي، بس مش بالمعنى المنتشر في الثقافه الاجنبيه ان هو عنده فلوس كتير بيصرفها على بنات من هنا وهنا، لا ترجم الوصف ترجمه حرفيه، اب حلو كده ولذيذ. وغير انه بيمثل دور الاب بشكل مقنع جدا فكمان هو في الحقيقه اب كويس جدا. يعني مثلا على ارض الواقع عنده ابن اسمه يوسف وبنت اسمها ساندرا والاثنين بيحبوا الفن بس كل واحد فيهم بطريقته. يعني يوسف دخل مجال التمثيل وساندرا بتحب الغنى والموسيقى، ومن كتر حبها ليها في يوم ماجد الكدواني فاجئها واشترى لها بيانو عشان تتعلمه، ولما حتى اتخرجت وداها تسجل اول اغنيه ليها عشان اكتشف ان صوتها حلو. وبيحاول دايما يساعدها ان هي تبقى ماشيه في الطريق الصح سواء في حياتها العاديه او كاريرها كمغنيه اللي لسه بتبدا فيه. وكده تقريبا عرفنا ليه ماجد الكدواني شوجر دادي الوسط الفني.